لكل اللي سألونا عن شقة غرفة واحدة. طبعا ودي قليلة أوي في مطروح، يعني مش كتيرة. طب تعالوا عندنا، ادي احنا في الدور اهو، 2 اسانسير هنا اهو، الدور التالت، النموذج اللي هو رقم 7، الدور التالت رقم 7. خش كده معانا. أول ما تخش كده المطبخ على يمينك، البوتاجاز اللي هو الكهرباء، وحاجاتك هنا بتاعت المطبخ اهي تلاقيها موجودة ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة جميلة ما شاء الله. طيب الصالة مكيفة، الغرف مراوح. ادي عندك ترابيزة واربع كراسي، ادي الكرسي الرابع اهو، والشاشة وطقم الركنة، ركنة كده صغيرة على قد المساحة. وادي التلاجة اهي، زي ما انتم شايفين دايما بنجيب التلاجة عشان نبين نظافتها وحاجاتها. ادي اول غرفة، سريرين، مراوح، وادي البلكونة بتاعتها بتطل على ايه؟ بتطل على البسين والدخلة. بس طبعا البسين مش شغال، ممكن يشتغل نافورة بس، يعني يشتغل كنافورة مش كبسين. هو كان الأول شغال بسين للأطفال يعني. تمام، تعالوا نكمل مع بعضينا. كرسيين للبلكونة وقعدتها، والترابيزة أهي. تعالى نشوف الغرفة التانية. غرفة سريرين، مراوح زي ما انتوا شايفين اهو، وبرضه الشباك بيطل على نفس الايه، زي ما البلكونه بص. الحمام اهو، الحمام ادي الغساله بتاعتنا، وادي السخان والحوض والقعده والدنيا والدش. دايما بنجيب الحمام في تصويرنا علشان خاطر نبين كل حاجه، يعني مبقاش فيه اي استفسار. كل الاستفسارات موجوده في الفيديو. اللي عايز يتواصل معانا على الارقام اللي على الواتساب هنا. سلام.